عايزك تتفرج معايا على الفيديو ده مجني عليه في قضيه شرف قتل كنا حاضرين عنه النهارده في محكمه جنايات طنطا. شايف دماغه عامله ازاي؟ طب شايف رجليه الاتنين عاملين ازاي؟ كسور في الجمجمه، وكسور في محجر العين، وكسور في الرجلين، وتفتت في عظام الرجلين، ونزيف في البطن و حاجات كتيره قوي حصلت له. ولكن السؤال المهم، يعني هو المجني عليه ده حصل له الكلام ده هو وابوه في قلب بيتهم، في قلب بيتهم. المتهمين تعدوا عليهم في قلب بيتهم قدام حريمهم وقدام عيالهم وعملوا فيه المصيبه اللي انتوا شايفينها دي. انا السؤال بالنسبه لي، هل ولد شباب زي ده حصل له كده قدام ابوه قدام مراته قدام عياله، لو اتحكم بالحبس على المتهمين ايا كانت عقوبه الحبس، هل هتشفي غليله؟ هل هتبقى مرضيه؟ هتبقى مرضيه لو لا قدر الله حصل لك انت او حصل لاي حد من اهلك موقف زي ده وتعرض للاصابات دي؟ هو يعتبر كده يعني ايه، حي حلاوه روح، يعني هو كانه ميت، كانه ميت. ده مش هيعرف يمشي تاني ولا هيعرف يعيش حياته طبيعي تاني، خلاص الحياه بالنسبه له انتهت عند النقطه دي. هل اي حكم بالحبس على المتهمين هيبقى مرضي؟ طيب هل لو كان المتهمين يعلموا ان في قصاص عادل نفس الاصابات اللي هم عملوها في المجني عليه هتحصل لهم، هل كانوا هيقدموا على فعل زي ده؟ وصلت؟ اتمنى تفهم الرساله كويس. شكرا.